قال على رأي المثل لو شفت أقرع استشيره، ده شعره وقع من كتر تفكيره. ها ها ها. رجال بدون ست زي التليفون بدون نت. في مثل عندنا في مصر معروف جدا بنقوله دايما على الشخص اللي مش عارف اي حاجة في اي حاجة. المثل دوت بيقول ده ما بيعرفش الالف من كوز الذرة. ونحن عنا من لبناني نفس الشيء تقريبا، بنحكي هذا المثل عن الشخص اللي دايما بيحكي عن حاله فاهم كل شيء وعامل حاله فهمان وهو مش فهمان. والمثل هو هذا ما بيعرف الخمسة من الطمسة. تعرف شو الخمسة وشو الطمسة؟ الخمسة بالعربي، الطمسة دايرة ملونة فما يعرف الفرق بيناتهم. ايوه. طيب في شيء كمان كتير غريب عنا، يعني مثلا إذا أنت بتحكي مع أمك بتسأل أمك أو مرتك شو طابخة اليوم، شو عملت لنا أكل، وهي تعبانة ومعصبة، شو بتحكي لك؟ عنا بتحكي طابخت لك أو عملت لك زهرمان البخاري. تعرف شو زهرمان البخاري؟ لا. زهرمان البخاري كلمة مقسمة لثلاث أقسام. القسم الأول زهر معناها السم بالفارسي، مان معناها الحية، البخاري هي منطقة مشهورة بالأفاعي. زي عندنا بالظبط في مصر بيقولوها، بس يمكن بيقولوها بطريقة ألطف شوية، بيقولوها بالسم الهاري. طبخت لك سم هاري. أما بقى لما تكون متضايق من حد وحابب تطرده أو تمشيه فبتقول له إيه؟ ورينا عرض كتافك. نحن عنا شيء مقارب، ممكن نحكي له فرجيني قفا ظهرك أو أحمل حالك وفل. طيب أنا اليوم خلصت أمثال يا كيمو، بدي أحكي لك وريني عرض كتافك. فرجيني قفا ظهرك. قال على رأي المثل لو شفت أقرع استشيره، ده شعره وقع من كتر تفكيره. ها ها ها. رجال بدون ست زي التليفون بدون نت.